السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا بقى الطريقة الجميلة دي بستلة. انتوا عارفين طبعا البستلة بتاعت محلات الفراخ اللي بيعملوا فيها مية مغلية ويصمطوا فيها الفراخ. كنت شارية عيش ناشف، وانا كالعادة الصراحة لما بجيب عيش ناشف بعمله في الهون، وكانت موضوع متعب جدا. فسبحان الله انا كنت عايزة انقل الشوال في مكان، فرحت حطاه مفضية نصه في البستلة دي. فبصيت له كده، فجي في بالي قلت يا ربي لو في هون كبيرة واعتبر ان ده الهون بتاعي وادق. فجت في بالي فجبت ايه، الايد بتاعت الفاس دي، عصاية الفاس كانت مكسورة وركناها على جنب. والله البستلة اللي قدامكم دي كانت مليانة على اخرها عيش. بصوا انا لما دشيت كده كله بينزل، كل ما دش كده كل ما ايه، كأن ده الهون بتاعي. وانا بقى اقول هون التوم صغير جدا، هنحط رغيفين برغيفين لما الصراحة ممكن نتشل فيها يعني، واللي هيعمل مرة هيكسل يعمل التانية. فبما اننا العيش مهم لينا بالنسبة لطيورنا، فعملت الحركة دي صدفة والله. فقلت ايه، ما تخلش عليكم، لعل وعسى تنفع حد يكون لسه ما جاتلوش الفكرة زي حالاتي كده لما كنت بتعب بالهون العادي الصغير. دي كمية كبيرة وهنفضل ندق ندق، كل ما ندق كل ما العيش بيتكسر. وطالما هو ناشف كويس طالما هو ناشف كويس فان شاء الله هيتدش كويس. وكده بعد ما ندشه خالص ويبقى في متناول الفرخة ان هي تقدر تاخده بمنقارها، هنعمل بقى عليه الخلطة ونحط عليه العلف ونحط عليه الدشيشة، ولو عندنا شوية ردة لو عندنا شوية غلة، ونعمل الخلطة دي هتبقى كويسة قوي وموفرة عشان خاطر تساعدنا ما نحطش علف بس. طبعا جنب شوية خضار، وجبة العلف دي بتبقى يعني ايه، بتسند جنب الخضار، لا بنحط علف صافي ولا بنحط خضروات وبواقي بيت صافي. فبعمل الخلطة دي. ده عيش، طبعا العيش اسعاره غالية دلوقتي، فانا بحاول اخد من الناس باعلى سعر في السوق عشان خاطر اللي متوفر عنده شوية عيش يجيبهم لي يسدوا معايا في الاكل للطيور. انا واخده العيش ده ب10 جنيه الكيلو الناشف، مش عارفه عندكم وصل بكام. انا قلت اقول لكم على الفكره لعل وعسى تنفع حد، ولو حد عنده فكره كويسه في الطيور كانت حاجه مش معروفه ونفعته يقولها لعلنا كلنا نستفيد. يلا صباحكم عسل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.